في كاتب قرر يكتب قصة عن الموت، بس اللي ما كانش يعرفه إن القصة دي هتكتبه هو. ديفيد شاب فقير في برشلونة بيكتب من قلب الوجع، من العزلة، من الهم. حياته كانت بتمشي بالعافية لحد ما وصلت له رسالة غريبة. حد بيعرض عليه عقد بيكتب رواية جديدة، بس مش أي رواية، ده كتاب ديني مقدس كان بيؤمن بيه الناس ويغير بيه العالم. بس المقابل إيه؟ شهرة وصحة وخلود. هو وافق على طول وبدأ يكتب، بس كل ما يكتب تحصل حاجة. ناس بتموت، أماكن بتتحرق، كأن الألم بقى لعنة. كل صفحة كانت بتقربه من نهايته. معرفش هو كتب الرواية ولا الرواية هي اللي كتبته، بس اللي أنا متأكدة منه إنه من وقتها محدش شافه تاني.